السلام عليكم. النهارده بإذن الله يا ولاد هناخد درس يعتبر مهم جدا، وهو درس الانفعالات. طبعا مش كل الانفعالات بتبقى ضارة، ساعات الانفعالات بتبقى مفيدة، ساعات لما بنفعل لهدف بسعى لتحقيقه. بس الانفعال لما نيجي نعرفه بنقول إن الانفعال حالة وجدانية نابعة من جوه الإنسان نتيجة مصدر نفسي. طب بتحصل إمتى؟ لما يكون في عائق يمنعنا عن تحقيق السلوك. رايح مشوار مهم واقع، حاجه تمنعني، ووالدي يقول لي ما انتش رايح، عائق منعني عن الوصول لهدفي. بذاكر وبهتم وعايز اوصل لاجيب مجموع واخش الجامعه، ويحصل حاجه تخليني ما اكملش تعليمي، عائق منعني عن الوصول لهدفي، فابدا انفعل. انفعال حاله وجدانيه بتحصل لي تؤدي لتغيرات في جسمي، الجانب الفسيولوجي، تعبيراتي، اسلوبي، طريقتي، شعور بوجع في بطني، قلق، عرق. هو الانفعال كده. لكن اللي عايز اعرفه لكم ان اهم حاجه عندنا ان احنا نحاول يبقى عندنا نضج انفعالي. نضج انفعالي. النضج الانفعالي ايه صفات الشخص الناضج انفعاليا؟ اولا انه يقدر يتحرر من الميول والاتجاهات السلبيه، ما يبقاش انسان اناني مش شايف غير نفسه، مش شايف اللي حواليه. كل هدفه يسعى الى الحصول على احتياجاته، الحصول على كل ما يشبع رغباته، بصرف النظر عن باقي الناس حواليه، ولاده، اخواته، اسرته، اصدقائه، انا ومن بعد الطوفان. ده يبقى انسان مش ناضج انفعاليا مهما كان سنه. برضو من سمات الشخص الناضج انفعاليا ما تتلاعبش بيه المشاعر التافهه. مش اي حاجه تاثر فيه، مش مجرد ان حد يقول له ده فلان ما بيحبكش يصدقه، ده فلان بيكرهك يصدقه. لا، يتخلص من المشاعر التافهه. برضو من سمات الشخص الناضج انه يحسن التعبير عن انفعالاته بصوره متزنه، صوره هاديه، توصل للي قدامه انه فرحان، انه زعلان، توصل للي قدامه هدفه من الانفعال، من السلوك. برضو من اهم سمات الشخص الناضج انه يبقى عنده الضبط في الانفعال، يضبط، يسيطر على انفعاله. امتى صوته يعلى، امتى صوته يوطى، امتى يوصل للي قدامه الحاجه اللي عايز يوصلها لها من غير عصبيه، من غير ما يغلط. ده من سمات الشخص الناضج انفعاليا. كمان من اهم سمات الشخص الناضج انفعاليا يتحمل صور الحرمان. نفسه يبقى غني، نفسه يتجوز، نفسه يخش الجامعة، اتحمل صور الحرمان واسعى إليها بالتدرج، واحدة واحدة، اعمل اللي عليك، حقق اللي انت عايزه بهدوء. دي سمات الشخص الانفعالي أو الشخص الناضج انفعاليا. طب هل الانفعالات كلها مرفوضة؟ قال لك عندنا نوعين من الانفعالات. في الانفعال المعتدل وفي الانفعال الحاد العنيف. الانفعال المعتدل هيوصلك لهدفك، اثاره ايجابيه، هيزيد من خيالك، هينشط من فكرك، هيبقى عندك رغبه للانجاز، رغبه لاثبات ذاتك، رغبه للتواصل مع الاخرين. خلي انفعالك متزن معتدل، هتوصل اللي انت عايزه. امال ايه الانفعال الحاد او العنيف؟ لا، ده هيشوه ادراكاتك، دايما مش هتشوف غير عيوب اللي قدامك، مش هتشوف مزاياه. هيبقى بيحبك لكن انت شايفه بيكرهك، اي حاجه هتقف له على واحده. هتأثر على التذكر، كل ما انفعالك يبقى عالي كل ما التذكر يبقى ضعيف، تنسى بسرعه. هتبقى شخص مندفع، شخص هوائي، شخص عندك جمود فكري. انا من بعد الطوفان زي ما قلت لكم شخص جمود فكري، ما بفكرش، هو رأيي اللي يمشي. طبعا الانفعال بالمنظر ده، الانفعال العنيف بالمنظر ده، الانفعال الحاد بالمنظر ده هيوقعك في آلاف المشاكل، هيخلي اللي حواليك يكرهوك. يبقى احنا مطلوب مننا ان احنا ننفعل حسب الموقف، ننفعل بهدوء، ننفعل بحب، ننفعل بغضب احيانا، ولكن انفعال معتدل يوصلنا اللي احنا عايزينه،
وما يخليش اللي قدامنا يكرهنا، ما يخليش اللي قدامنا ياخد عننا فكرة سيئة، ما يخليناش عندنا جمود فكري وتعصب يقع بنا في العديد من المشاكل. أتمنى كلنا نكون فهمنا الدرس ويبقى عندنا نضج انفعالي نقدر نتحكم في سلوكياتنا وانفعالاتنا بالصورة اللي توصلنا لأهدافنا. أشوفكم على خير. سيكولوجي المصري.